بحق حجاج اليمن وقعت في 17 من ذي القعدة سنة 1341 هجرية الموافق 1 يوليو 1923 ميلادية. وقعت بحق حجاج اليمن من كل مناطق اليمن، ما من منطقة من اليمن إلا وفيها حجاج شهداء استشهد منهم 3105 حاج، لم ينجو منهم إلا 500 حاج. كانوا قد وصلوا إلى منطقة تنومة في قلب منطقة عسير تقع بين مدينة الباحة من الشمال وأبها من الجنوب. وكان جيش بن سعود المسمى بالغطغط كانوا قد ترصدوهم وقد كمنوا لهم في تلك المنطقة على الجبال، ما إن نزلوا في وقت الظهر ليصلحوا الغداء ويصنعوا لهم الغداء وليصلوا، حتى أصلوهم نارا وقتلوهم عن بكرة أبيهم. ومن لم ينجو من النار نزل إليهم أولئك وقد أصبحوا جرحى، فأجهزوا عليهم بالسكاكين وبالسيوف، وكانوا يطعنونهم ويقولون اقتلوا المشرك اقتلوا المشرك، باعتبار كانوا يعتبرونهم مشركين، وقتلوهم حتى أنه لم يبقى بيت من بيوت اليمنيين إلا ودخل فيه العزاء. يا لها من مجزرة مروعة، فرغم فظاعة ما ارتكب فيها إلا أنه لم يرد لها أن تحظى بالاهتمام الذي تستحقه في ظل أنظمة الوصاية السعودية. بعد ثورة 26 سبتمبر حاول النظام الرسمي في اليمن أن يتجاهل هذه المجزرة إرضاء للسعودية، لأن قرار الأنظمة التي تعاقبت على حكم اليمن كان مرتهنا بيد السعودية، ومن ثم حاولت السعودية أن تطمس هذه المجزرة وأن لا يتكلم عنها أحد، ومنعت الجميع حتى أنها سكت عنها ولم يعرفها كثير من أبناء شعبنا. ما أشبه الليلة بالبارحة، فما يحدث اليوم من آل سعود تجاه اليمن ليس عدوانا استجد ولا رغبة عدائية طارئة، فحيثما عاد الإنسان اليمني بذاكرته لا يجد إلا جارة معتدية لا ترقب فيه إلا ولا ذمة. أن هذه المجازر التي نعيشها اليوم ليست بنت يومها ولا وليدة يومها، بل هي بدأت من عام، ليس من 26 مارس 2015 ميلادي، بل بدأت من 1 يوليو 1923 ميلادي.